السلام عليكم، انا انس خالد وحلقه نقطه بعنوان المسلسلات اللي هتنزل في رمضان 2024. طبعا القائمه دي هي يعتبر شبه مبدئيه لان فيها مسلسلات وارد جدا ما يكملش الانتاج بتاعها وتنزل، ومسلسلات تانية وارد ان هي تضاف على القائمه، فدي قائمه مبدئيه مش نهائيه. من غير ما تطول في المقدمه طبعا نخش المسلسل الاولاني على طول. مسلسل عتبات البهجة، واللي هيبقى من بطولة يحيى الفخراني وجمانة مراد وسيد رجب وسام ابراهيم، وقصته تدور عن عن جد وعلاقته باحفاده. المسلسل رقم 2 معانا هو مسلسل بيت الرفاعي، واللي هيبقى من بطولة امير كرارة وميرنا جميل واحمد رزق ومحمد لطفي. قصته هتدور عن دكتور بيدخل في صراعات مع الناس اللي حواليه. ونروح للمسلسل الثالث، مسلسل العتاولة، واللي هيبقى من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومي كساب. ومسلسل رقم 4 مسلسل صدفة، واللي هيبقى من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب. ومسلسل رقم 5 مسلسل بدون سابق انصار، واللي هيبقى من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونبيل الحلفاوي وأحمد خالد صالح. اللي قصته هتدور ماجد وليلى اللي بينتظروا قدوم ابنهم الاول وبيقعوا في مشاكل كتير. مسلسل جري الوحوش، واللي هيبقى من بطولة نضال الشافعي وصلاح عبد الله ومحمود حجازي. المسلسل اللي بعده هو مسلسل خالد نور ووالده نور خالد، هيبقى من بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز وآية سماحة. قصته هتدور في إطار كوميدي حول العلاقات الزوجية. والمسلسل اللي بعده هو مسلسل لانش بوكس، اللي هيبقى من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وشاهين. المسلسل اللي بعده هو مسلسل بدون مقابل، واللي هيبقى من بطولة هاني رمزي وداليا البحيري عمرو عبد الجليل ووفاء عامر. والمسلسل اللي بعده هيكون مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة حمادة هلال وهبة مجدي واحمد بدير وسهر الصايغ. والمسلسل اللي بعده مسلسل الحشاشين، واللي هيبقى من بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين واحمد عيد. والمسلسل اللي بعده مسلسل الف ليله وليله، وهيبقى من بطولة ياسر جلال والنور اللبنانيه وياسمين رئيس وطارق عماد. والمسلسل اللي بعده مسلسل سر الالهي، واللي من بطولة روجينا وصلاح عبد الله ومراد مكرم ومحمد ثروت. والمسلسل اللي بعده مسلسل المعلم، وهيبقى من بطولة مصطفى شعبان وهاجر احمد وانتصار. والمسلسل اللي بعده مسلسل امبراطورية ميم، وهيبقى من بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى ومحمود حافظ. مسلسل بابا جه، وهيبقى من بطولة اكرم حسني ونسرين امين ومحمود البزاوي. المسلسل اللي بعده مسلسل زيد الخذلان، واللي من بطولة غادة عبد الرازق ومحمد علاء ورياض الخولي. والمسلسل اللي بعده مسلسل فراوله اللي كريم ومصطفى خاطر واحمد فهيم وشيماء سيف. والمسلسل اللي بعده مسلسل الحق عرب، واللي هيبقى من بطولة احمد العوضي ورياض الخولي ووليد فواز ووفاء عامر. المسلسل اللي بعده مسلسل نعمة افوكاتو، اللي هيبقى من بطولة هي عمر واحمد زاهر اروى جوده وجمال ابو ريا. والمسلسل اللي بعده مسلسل صلة رحم، اللي هيبقى من بطولة اياد نصار واسماء ابو اليزيد وعلي الطيب ويسرى اللوزي. والمسلسل اللي بعده مسلسل اجباري، واللي هيبقى من بطولة احمد داش وعصام عمر وصابرين. والمسلسل اللي بعده هيبقى مسلسل بميد راجل، اللي هيبقى من بطولة سمية الغشاب وصلاح عبد الله وسام ابراهيم ومحمود عبد المغني. والمسلسل اللي بعده مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن، اللي هيبقى من بطولة احمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام اسماعيل. والمسلسل اللي بعده مسلسل اثبات نسب، من بطولة درة ونبيل عيسى ولبنى ونس وولاء الشريف. والمسلسل اللي بعده مسلسل محارب، واللي من بطولة حسن الرداد وماجد المصري واحمد زاهر وتامر عبد المنعم. المسلسل اللي بعده مسلسل اشغال شقه، واللي من بطولة هشام ماجد واسماء جلال ومصطفى غريب. المسلسل اللي بعده مسلسل قلع الحجر، واللي من بطولة محمد رياض ورياض الخولي وسوسن بدر ومنى عبد الغني. والمسلسل اللي بعده المسلسل اللي بعده هيكون مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، واللي هيبقى بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر وانتصار ومحمد محمود. والمسلسل اللي بعده هيكون مسلسل أمير العوامري، من بطولة هاني سلامة سوسن بدر ومي سليم وأحمد صفوت. والمسلسل اللي بعده هيبقى مسلسل وبقينا اتنين، وهيبقى من بطولة شريف منير ورانيا يوسف وعمرو وهبة. والمسلسل اللي بعده هيكون مسلسل رحيل، من بطولة ياسمين صبري. المسلسل اللي بعده هيكون مسلسل لحظة خطب، من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وسارة عبد الرحمن. والمسلسل اللي بعده هيكون مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث. المسلسل اللي بعده هيكون مسلسل مريحة، اللي هيبقى من بطولة ميرفت أمين وأشرف زكي ودياب وحنان سليمان. والمسلسل اللي بعده هيكون مسلسل 220 يوم، واللي هيبقى من بطولة صبا مبارك كريم فهمي ومعيان السيد. والمسلسل اللي بعده هيكون مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، وهيبقى من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة واسعاد يونس وصدقي صخر. وكده يكون معانا حوالي 37 مسلسل هينزلوا في رمضان اللي جاي. طبعا الرقم ده مش ثابت، ممكن مسلسلات تتغير، مسلسلات تتأجل لرمضان اللي بعده، مسلسلات تتوقف خالص، ممكن مسلسلات تبدأ يتعلن عنها فيما بعد الحلقة دي أصلا، فده شيء طبيعي. ولكن كرنج فوق ال 30 مسلسل ده رقم كبير. أتمنى إن أغلبهم يكونوا حلو، مش زي أغلب السنين اللي فاتت كنت بتلاقي حاجة و20 مسلسل، حاجة 30 مسلسل، ونادر لما تلاقي عمل قوي. وإيه سؤال الحلقة؟ قول لي إيه أكتر 3 مسلسلات متحمس لهم في ال 37 مسلسل اللي أنا قلتهم. والعجبك الحمد لله، لايك والاشتراك وسلام.